هنيجي بقى ان نخش في الكشكات، لان الكشكات دي في ناس بتحبها وانا بحب اللي بيغوى حاجه وبيحبها. دايما في الغيه انا اقول لما واحد يجي يقول لي يا عم ماهر اغوى ايه، اقول له اغوى يا ابني اللي تحبه. سيبك من حمامه دي بتتباع دي ما بتتباعش، دي ليها سوق دي ما لهاش سوق، دي يعني فكر غلط. اللي انا بعتبر اللي بيحب حاجه يربيها، اللي بيحب حاجه يغواها. ليه؟ لانه هيبدع فيها، لكن هو عشان هي فيها ليها حركه الصافي بيتباع يروح يجيب صافي، لا الابلق بيتباع لون في الوان البلق بيتباع بدون ذكر اسماء، يجري يروح يجيب ابلق عشان هو ده شغال. لا، انت بتحب ايه ربيه، لون معين تربيه. انت بتحب الكشك على راسي من فوق، دي حريه، ودي انا بحترم اللي بيحب حاجه وبيربيها. فنرجع بقى للكشكات. الكشكات دي اولا حمام مش مصري، يعني هي جت مع العثمانيين. الكشكات دي جت من حوض البحر الابيض المتوسط، منطقه شمال سوريا وتركيا ودول البلقان، اللي هي دول البلقان اللي هي بولندا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا، البلاد دي. بس هي الكشكات دي كانت في تركيا، يعني كانت مستوطنه في تركيا، ولذلك كلمه كشك دي كلمه تركي يعني قزم باللغه التركي، الترجمه بتاعتها يعني قزم. فالكشكات دي جت مصر واستوطنت، وجه دلوقتي الكشك يعني كانوا اللي موجوده في مصر دي كانت موجوده من قديم الازل. صحيح مع الزمن اندثرت الكشكات الاصلي المصري الاصلي، والناس يعني بقى الكشك وشه بقى محلول وتقريبه بقى التقليب مش مظبوطه. لكن انا شفت الكشكات دي في اواخر الخمسينات والستينات لغايه السبعينات، كانت موجوده بالوانها وشكلها كان جميل. دلوقتي بدأت يجيبوا الكشك بتاع بولندا اللي هو البوليتش. البوليتش ده مش ده جاي، ده داخل جديد، اللي هو كشك ببرنطه جميله وليه تكوين كويس، وبعدين قصير بس من غير كشكه وحافي. كان زمان عندنا يعني الكشك اللي هو كان مستوطن في مصر من قديم الازل كان بيبقى فيه 3 حاجات اساسيتين، 3 بالاساسيات الكشكات. ايه هي؟ كان يبقى الكشك اولا قصير، صدره عريض، ليه كشكه 3 اظرف في الحصاله، ليه شروال او شراب بيسموه شراب او سروال. السروال دي كانت كلمه شامي، يعني كلمه سروال دي كانت شامي، يقول لك بسروال، واتحورت عندنا بقت بشروال. فكان الكشك اللي هو الموجود عندنا بكشكه 3 اظرف كده في الحصاله، وكان في منهم بدبابيس وفي منهم ببرانيط وفي منهم قرع وليهم الشراويل. الكشكات اللي جت قريب دي اللي هي جت من 5-6 سنين او من 10 سنين، منهم الكشك اللي حجمه كبير شويه ودماغه دايره، ده اللي في ناس يقول لك عليه افريكان اول. لا، ده مش الافريكان اول، ده الكشك ده جه من بره، ابو دماغ كبيره ده وحجمه كبير وطويل، منهم بيطلع فيه الوان غير صريحه، وضربه مغير، ضربه مش مظبوط، تلاقي ضربه فيه صفار كده، ومنهم يطلع، لا ومنهم جه الكشك اللي شربنده. الافريكان اول ده كلمه افريكان يعني كان موجود في افريقيا، وافريقيا دي هو الصافي، اللي هو الصافي ده افريكان اول، كان موجود في شمال افريقيا، ولذلك سموه افريكان اول يعني البوم الافريقي. لكن الكشك اللي هو بيقولوا عليه افريكان اول ده جاي من بره، جاي من اوروبا في ال10 سنين او ال15 سنه اللي فاتوا. فنرجع بقى الكشك الحر المصري. في منهم ذات الاكتاف بالوانهم، وفي منهم ساده. فالساده ده اللي هو منهم الاحمر كشك، والاسود الكشك، والازاز الكشك، والبنيد الكشك، خدت بالك، ومنهم السبربيك كشك، خدت بالك، اللي احنا كنا قلنا عليه في الحلقه اللي بتاعت الصوافه ان في سبربات كشكات. ده الساده ذات الاكتاف. في العنبري كشك، في القمري كشك، في القشائي كشك، في الاسطنبولي كشك، ده ذات الاكتاف. الخامس بقى ما يجيش فيهم، لان هو المفروض يجي ابيض، فجاي في البنيد الساده، لان هم المفروض الالوان 5، الالوان الثوابت 5، بس طبعا ما فيش ذات الاكتاف بابيض. ذات الاكتاف الابيض ده بيبقى في البنيد الكشك. اولا ذات الاكتاف دول مواصفاتهم كلهم واحده، يعني كشك ب3 اظرف وبشروال، والكتف لون ساده مقفول يعني في بشوته. منهم العنبري الكشك ده سواده بيلمع، والاسطنبولي كشك ده صفاره زي المشمش، والقشائي الكشك ده ازرق وازازي وليه الحبكتين الرصاصي بتوعه زي البلق الخضر،
زي اللبلق الاخضر، حبيبتين الرصاصي دول في الخضر، خلي بالكم يا ناس، في ناس يقول لك اللبلق الاخضر ده حبايكه سود، لا، اللبلق الاخضر ده مش حبايكه سود، حبايكه رصاصي، يجي لون رصاصي وفي منهم يطلع مخوخ لونه خوخي جوزي لون الخشب. كان لينا في الاشياء الكشك، كان في منهم الاشياءات الكشكات دول لون خضار واللي الدبك الرصاصي، وبعدين الاسطنبولي لون صفار المشمش، وبعدين اللي قمري لون احمر زي البلحه، تلاقي بشوطه حمراء زي البلحه وجسمه ابيض كله وبشوطه حمراء وكلهم لون واحد. والكشكات ذات الاكتاف دول ما فيش منهم ملبس. الناس يقول لك الملبس الحلو الحر فيهم ملبس، لا، ده الملبس ده دخول لون على لون. يعني قمري تديله حمراء فيجيب لك قمري بملبس ودول احمر، اسطنبول تديله كولا يجيب لك ملبس بدول مقفول من تحت باصفر، عنبري كشك تديله سودا يجيب لك مقفول ملبس مقفول، وشاي كشك تديله وشايه ازازيه كشكايه يجيب لك مقفول. لكن هو الاصلي ذات الاكتاف مش مقفول. صحيح ان في ناس يحبوهم، يحبوا يقول لك ده انا عايزه ملبس، لا، بس الملبس ده شكله حلو وهو طاير وبتاع، ويجوا ديله نفس لون الكتف، يعني تلاقي مقفول من تحت وليه ديل نفس اللون، ان كان عنبري كشك او شاي او قمري او اسطنبولي تلاقي نفس اللون بتاع الكتف. العنبري كشك بقى بكتفين غامقين وتلاقيه ملبس وتلاقيه ديل اسود. ده غير العنبربو، في ناس يقول لك ده عنبربو، لا، العنبربو ده حاجه خليط ملخبطه، ده ملهاش دعوه بالايه، ملهاش دعوه بالعنبربو. الكشك طبعا 3 اظرف والكتفين بتوعه البشوط بتوعه نفس اللون، اللون بتاعه، يعني الكتفين لون واحد، يجي مثلا وشاي عنبري قمري اسطنبولي كده. وش الكشك ليه تكوين يقول لك عليه وشه ازميرلي، ده مش مكلتم زي الصوافه، خلي بالكم. الازميرلي ده يعني بلد اسمها ازمير في تركيا، يقول لك دي الكشكات دي وشه ازميرلي. وشه ازميرلي ايه؟ يعني تلاقيه ليه قوره شويه، وتلاقي وشه قصير بس مش زي الصافي، مش زي البغبغان، وفي تربيعه في دماغه سنه، في منهم قرع وفي منهم ببرانيت، خدت بالك؟ والشروال بتاعهم مظبوط وقصيرين وصدرهم عريض، وتلاقيه ايه يعني، تلاقي فرد الحمام حاسس بان هو قصير فتلاقيه دمه خفيف. وكان يبقى سايب اما كان بيبقى في المطار بتلاقيه بيبقى في المطار بيطير، وتلاقيه عشان قصير فبتلاقيه زي الفريره. كان زمان احنا لما كنا بنش نربي الوان الكشكات دي بس ما نكترهاش، يعني يبقى عندنا الوانها بس ما تبقاش الغيه كلها كشكات، يعني تبقى مشكله بلق وصوافه وقطاطه وعنبره سمر ومرقعات وكشكات بالوانها، عنبره وقمريات واشقيات، وتلاقي احمر كشك اسود كشك. ده بالنسبه لايه؟ للذات الاكتاف. ذات الاكتاف ده كله ضرايبه بكم، يعني ضربه ابكم، مفيش ضرب مفسر فيه، لو ضرب مفسر يبقى فيه خليط دخل عليه من الكشكات برضه. كشكه 3 اظرف ضرايبه بكمه، العشر بتاع البشوط بتاعته نفس اللون، بشراويل مش مقفول من تحت، يقول لك كشك ذات الاكتاف. ووشه قصير يقولوا عليه وشه ازميرلي. ازميرلي يعني ايه؟ بقى في بلد في تركيا اسمها ازمير، فهو جاي تقريبا موطنه كان في منطقه ازمير ده، فيقول لك وشه ازميرلي. وفي منهم القرع وفي منهم ببرانيت وفي منهم بدبابيس، بس بيبقى دمهم خفيف جدا الكشكات دول وليهم شكل. نرجع بقى للكشك اللي الالوان ده فيه البنيدي، فيه الاحمر، فيه الازازي، فيه الاكول، فيه السبربيه. اللون المقطوط ده دخول الحمام الابيض لبكم على الحمام الازايزه او الالوان زي الدم، وبعدين عينيه مفسره وقريبه للملحي او قريبه من العراقي، من الضريبه العراقي او الملحي، عظمته فاتحه، ضوافره فاتحه. ضريبه الاسود الكشك هي ياقوتي لون النار، ناري، مش ياقوتي لون العنبره، مش لون العنبره السمراء او الرواحنه، او يعني الياقوتي بقى بتاع الاسود الكشك.